انا علي، وده الجزء الثالث من السلسله اللي هنشرح فيها كل اجزاء الفيزياء بتاعت ثانويه عامه بس بشكل عملي. سالتكم في الفيديو اللي فات ايه اللي هيحصل لو وصلت المقاومه توازي مع الليد، والناس قالت لي ان انا لو عملت كده الليد هتتحرق برضه. ده لان الجهد ثابت على التوازي وانا موصل بطاريه 9 فولت، فبالتالي التيار هيتوزع على المقاومه وعلى الليد، بس الجهد هيفضل ثابت وهو ال 9 فولت، فبالتالي الليد هتتحرق برضه. وبكده نكون عرفنا الفرق بين التوالي والتوازي، وعرفت ان انا لما بحتاج اوصل حاجه شغاله بجهد قليل بحتاج اوصل معاها مقاومه توالي عشان الجهد يتوزع على الحاجتين مع بعض. المقاومه اللي انا موصلها مع الليد دلوقتي دي قيمتها 220 اوم. تعال نشوف ايه اللي هيحصل لو بدلناها بمقاومه قيمتها 10000 اوم. زي ما انتم شايفين كده اضاءه الليد دلوقتي اقل بكتير من اضاءتها لما كانت المقاومه دي 220. دلوقتي موصلين مقاومه 10 كيلو، ودلوقتي موصلين مقاومه 220 اوم. طب تعال نشوف ايه اللي هيحصل لو وصلت الليد توازي مع الليد الاولى. زي ما انتم شايفين اضاءة الليد الاولى تعتبر ما اتغيرتش، بس اضاءة الليد التانية قليلة جدا. ده لان مقاومة الليد الاولى اقل بكتير من مقاومة الليد التانية، فبالتالي الجزء الاكبر من التيار مر في الليد الاولى، والليد التانية مر فيها تيار قليل جدا فاضاءتها قليلة. طب بص كده، لما اشيل الليد الاولى اللي مقاومتها قليلة هتلاقي ان التيار كله مر في الليد اللي مقاومتها كبيرة، فبالتالي الليد دي اضاءتها بقت عالية جدا. ما تنساش تقولي في الكومنتات ايه اللي هيحصل لو وصلت مقاومة 220 اوم توازي مع المقاومة ال 220 اوم المتوصلة.